مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ميركاتو النادي الاهلي. في اخبار تمت الحمد لله. النادي الاهلي ابتدى يتحرك في ان هو يتعاقد مع لعيبة. هنتكلم في الموضوع ده، بس قبل ما نتكلم في اي حاجة في الفيديو ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، وما ننساش ندعي لاخواتنا في السودان وفي لبنان ولكل الأمة العربية بإذن واحد أحد. اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم وحد شملهم، اللهم انصرهم على اللي ما يتسموش بإذن واحد أحد. طبعا خلاص رسميا المهاجم اللي قلت لكم عليه الفيديو اللي فات هو خلاص خلص مع النادي الأهلي رسميا. هو فاضل بس ان يتم الإعلان الرسمي بتاعه. في أخبار دلوقتي عن مصطفى العش على رتوش خلاص ان هو هيكون متواجد مع النادي الاهلي، بس هيكون متواجد اعارة مش بيع. هو اعارة طبعا مع بند الشراء. طبعا بالنسبة للمفاوضات التانية او الصفقات التانية، في كلام على لعيب من حسابات النادي الاهلي دلوقتي، لعيب اسمه ديريك كوتيسا. لعيب بيلعب في الدوري السويسري وبيلعب جناح ايسر. لحد دلوقتي النادي الاهلي بيتفاوض معاه ماديا، وارجو طبعا سرعة التفاوض طبعا في حتة الصفقات دي عشان الموضوع ابتدى يبقى ممل وابتدى يبقى مقرف يعني. فطبعا بالنسبة ايفرتون ده برضه هيبقى من ضمن حسابات النادي الاهلي. بس في حاجة حابب اعرفها، ايفرتون دلوقتي المشكلة اللي دايرة بينه وبين النادي الاهلي هو المقابل المادي. هل النادي الاهلي هيقبل بان هو يدفع المبلغ اللي هو عاوزه ولا لا؟ وهل ايفرتون هيوافق بالمبلغ ده ولا لا؟ لحد دلوقتي احنا مستنيين نشوف ايه اللي هيتم، ومستنيين نشوف النتيجة هتبقى ماشية ازاي خلال الفترات اللي جاية. في كلام امبارح انتشر على السوشيال ميديا بالنسبة لأحمد سيد زيزو. في بلوجر معروف يعني على السوشيال ميديا كتب بوست: مبروك زيزو في الأهلي. طبعا انا عايز اتكلم بس عن حاجات يعني عقلية شوية قبل ما نتكلم في اي حاجة جديدة يعني. انا اتكلمت الفيديو اللي فات او مش فيديو اللي فات، الفيديو اللي قبليه، قلت ان زيزو عشان خاطر يجي النادي الاهلي لازم يحصل على نفس المبالغ اللي هو طالبها من نادي الزمالك. اصل زيزو لو هيجي النادي الاهلي لازم زيزو نفسه يقبل بالمقابل المادي اللي النادي الاهلي هيديهوله. طبعا النادي الاهلي مش هيدي المبلغ ده طبعا لزيزو، لان انت عندك سقف الرواتب مع اللعيبه في النادي الاهلي. يعني الفئه الاولى، من ضمن الناس اللي في الفئه الاولى هقدر اقول الشناوي ومين تاني وامام عاشور. في لعيبه تانية مش فاكر اساميها، بس اقدر اقول ان اللي في الفتره دي ما ينفعش ان انا ادخل زيزو معاهم في سقف الرواتب، خاصه ان زيزو عايز مقابل مادي كبير، وكلنا عارفين المقابل المادي هيبقى عامل ازاي. يعني المبالغ اللي طالبها زيزو من مجلس اداره نادي الزمالك هي مبالغ كبيره، ومبالغ كمان مبالغ فيها. فحته ان زيزو يبقى متواجد مع النادي الاهلي في الفترات اللي جايه انا استبعدها تماما. انا شايف ان الفترات دي هي فترات لا اكتر ولا اقل انه سلاح بيستخدمه والد زيزو علشان خاطر نادي الزمالك يوافق على متطلباته. خاصة كمان كلنا عارفين ان النادي الاهلي دلوقتي ماديا الموضوع صعب يعني. احنا النهارده بنتعاقد مع لعيبة يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلم الدنيا. والمشكلة عشان اكون صريح، في اخبار مؤكدة ان بيبقى في صفقات، بس انا متضايق ومخنوق وزعلان من ادارة النادي لكذا سبب. اولهم ان انت كنت المفروض ان انت تبتدي تدور من قبل ما الميركاتو يبدا، او من قبل ما شهر واحد يبتدي. المشكله ان انت بتبتدي تدور من دلوقتي. يعني النهارده مثلا في الشهر، احنا النهارده 23 وباقي على القيد الافريقي 7 ايام. فانت عشان تبتدي تتأيد لعيبه وتبتدي ان انت تدور على لعيبه، ما يصحش ان انت تعمل الكلام ده من يوم 20. من يوم 20 النادي الاهلي بيبتدي يدور. فانا بالنسبه لي شايف ان الموضوع بقى يعني كوميدي
وموضوع يعني عبث، موضوع بقى عبثي جدا. ازاي مجلس اداره النادي الاهلي تفكر بالطريقه دي؟ ازاي؟ خاصه ان انت عارف ان انت الموسم ده داخل على بطوله مهمه العالم كله هيشوفها، مفترض ان انت تكون محضر للبطوله دي من دلوقتي. ف كمان علشان خاطر كولر يبتدي ان هو يظبط الدنيا ويبتدي يشوف اللعيبه ويبتدي ان هو يعني حتى على الاقل يا اخي يمتص غضب الجماهير من خلال البطولات اللي داخلها. انت النهارده نتائجك زي الزفت في البطولات القاريه وفي البطولات المحليه. فطبعا انا مش عايز بقى ارجع السياح تاني زي امبارح. فكل اللي اقدر اقوله ان لحد دلوقتي طبعا في كلام في المفاوضات دي مصادر مؤكده. بس انا شايف من وجهة نظري ان نتمنى للصفقات دي انها تكون على مقاس النادي الاهلي، ما تكونش مجرد صفقات اللي انت تدي بيها الجمهور وخلاص. انا عملت اللي عليا وجبت لكم صفقات وطلبت بصفقات وجبت لكم صفقات. كمجلس اداره، كناس في الاداره، المفترض ان انت تبتدي تبص انت عايز ايه. فكونك ان انت بتفكر بالتفكير ده، ان انت حاطط حته ان انت عايز صفقات، انا جبت لك صفقات. فانا اتمنى ان الصفقات اللي انت تكون بتتعاقد معاها دي، اولا قبل ما الجمهور يقتنع بيها، ان كولر يكون نفسه مقتنع بيها. لان كولر طبعا انا شايف ان الراجل بيبقى ليه يعني، ودي وجهة نظري، هو راجل ليه فلسفة معينة في الملعب. انا شايف انها بتبقى ناجحة وشايف ان الراجل عبقري في الملعب وقاري الملعب كويس وقاري الخصم كويس، بس ما عندوش القماشة اللي كانت شغالة عليها. خاصة ان انا اتكلمت قبل كده في كذا فيديو وقلت ان مجلس الادارة لما بيجي، مفترض ان انت بتطلع لعيب وبتمشيه من الفرقه، مفترض ان انت خلاص تجيب غيره، تجيب بديل ليه. انت ما عملتش ده. اللي جبت بديل اكرم، الاكرم خلاص هيمشي. ما جبتش بديل طبعا ما جبتش بديل لديانج، ما جبتش بديل لحمدي فتحي. في لعيبه كتيره جدا انت خرجتها بره النادي. فانت المفترض ان انت بقى تبتدي تدور من دلوقتي. انا محتاج مثلا محمد بن رمضان، محتاج مثلا اتعاقد مع محمد شحاته مثلا، يعني مش بقول اي وليد الكارتي، اي لعيب ابتدي ان انا ابص له ان اللعيب ده هيكون على قماشه النادي الاهلي، ويبتدي ان هو يبص في حته ان انا شايف ان اللعيب ده هيبقى لعيب جوهره بالنسبه له، ويقدر ان هو هيأدي في البطولات اللي جايه. انا كنت شايف ان ده اللي بيبتدي بيفكر او اللي ابتدى يفكر بيه المجلس من الموسم اللي فات او من الميركاتو اللي فات. ان خلاص النهارده هجيب مثلا، هدخل لعيبه، انا هدعم مراكز معينه، لكن الخط اللي قدام انا مش هدعمه. حتى خط وسط الملعب انت ما جبتش غير عمر الساعي. وانا من وجهه نظري شايف ان عمر الساعي وكولر طالما ما بينزلوش، او معنى صح شايف كولر طالما شايف ان الراجل ده ما بيعملش المطلوب منه في الملعب، او شايف ان مستواه مش هيبقى على مستوى النادي الاهلي، فبيحطه دكه. وحتى في الماتشات اللي فاتت هتيجي تقول لي طب ما هو بيشاركوا في الماتشات دي ليه؟ هو بيشاركوا في الماتشات دي لان خلاص هو لاحظ ان الفرقه اصلا ما بقاش فيها لعيبه. اصل اكرم ماشي، والوينجات طبعا مصابه. يعني انت عندك عمر كمال كان مصاب، عندك حسين الشحات مش في مستواه، عندك طاهر مصاب، عندك رضا سليم خرج من القايمه، عندك لعيبه كتيره جدا مش موجوده اصلا، متغيبه. فحتى عمر الساعي ابتدى يستخدمه كجناح، يعني هو بيلعبوا اصلا وينج. حتى لعبوا في الماتش بتاع اورلاند، لعبوا وينج، لعب عمر الساعي وينج. فطبعا انا شايف ان مجلس الاداره ما قدرش ان هو يعمل ده من بدري. انا شايف ان مجلس الاداره كان مفترض ان هو يبتدي يدور من الموسم اللي فات، ويبتدي ان هو يحط خطط للموسم اللي بعديه. لان انت عارف ان انت داخل على بطولات كتيره جدا الموسم ده انت دخلت بطولات وخسرتها. ما بينها طبعا اهم بطوله كانت بالنسبه للجماهير وكانت حلم انها تشوف بطل دوري ابطال اوروبا ريال مدريد. انت بتلعب قدام بطل العالم، بطل القرن في العالم، وبطل القرن في اوروبا. فده كان بالنسبه للجماهير كان هتبقى احلى ماتش هيتفرجوا عليه. بس طبعا انا شايف ان مجلس الاداره كان ليه شكل تاني. طبعا حابب اختم باخر حاجه. يوم الاحد ان شاء الله هيبقى فيه ماتش مهم، هو ماتش الاهلي وبيراميدز. انا شايف انه هيبقى ماتش صعب، وهيبقى ماتش صعب جدا كمان. بيراميدز هيبقى خصم صعب جدا يوم الاحد.
واتمنى ان بيراميدز يكون في المتناول للنادي الاهلي، مع اني ما بحبش اقول الكلام ده عشان ما حدش ياخد عني فكره ان انا بدعم فكره الخساره، او بمعنى صح ان انا عندي مبدأ الخساره. لا، انا كنادي اهلي ما بحبش افكر بالطريقه دي، او كمشجع اهلاوي ما بحبش افكر بالطريقه دي. بس يعني حته الخساره بتبقى مش من جوايا، بس ببقى عايز الفرقه تخسر عشان خاطر الاداره تشوف، والاداره تبتدي تبص على المشاكل اللي بتحصل في الملعب. مش عارف الاداره بتبص على ده ولا لا، مش عارف الاداره شايفه ده ولا لا. والمشكله الاكبر كمان، دي اكتر لحظه الموسم ده زعلت الجماهير. يعني حتى لما تيجي تبص المواسم اللي فاتت، حتى الموسم اللي احنا خسرنا فيه 5 من سان داونز، الجماهير كانت بتدعم الاداره وكانت بتدعم اللعيبه، عشان عارفين ان هم الناس دي شغاله، والناس دي بتعمل اللي عليها، والناس مش ساكته. زعلنا، يعني انتقدنا شويه، قرصنا شويه على اللعيبه دي، وبعد كده رجعناهم تاني ان احنا نشجعهم في استاد القاهره، وحتى في ماتش العوده، وابتدينا ناكل الارض باليابس، ما سيبناش حاجه. ومن بعد ما تعاقدنا مع موسيماني طبعا، وخدنا التاسعه من الزمالك لحد النهارده، انت الموضوع ابتدى يبقى صعب، بالذات من بدايه السوبر الافريقي مع الزمالك. ما بتسيبش المركب غرقانه، انت عارف ان انت داخل على مشاكل كتيره جدا، وعارف ان انت داخل على دوامه كبيره. فبدل ما تحل، لا، انت انتظرت لحد اما الميركاتو خلص، وانتظرت لحد اما وما دعمتش الخط اللي قدام. رحت جبت مدافع مكان مدافع، ولحد النهارده بتعاني طبيا بسبب ان اللعيبه بتقع منك بدنيا وبتقع منك طبيا. عمر كمال اتصاب، رضا سليم كان مصاب، محمد الشناوي كان مصاب. طبعا اللعيبه دي لما بتتصاب، انا ما بحبش طبعا اتكلم عن مستوى اللعيبه، لان انا عارف ومدرك كويس ان اللعيبه دي الموسم اللي فات كانت عامله اداء كويس. يعني ياسر ابراهيم كان عامل اداء كويس في كاس العالم الموسم اللي فات. نفس الكلام لمحمد الشناوي. محمد الشناوي لو نفتكر، من بعد اصابته مع المنتخب والمصابه بتاعت كتفه، ابتدى مستواه يختلف، وابتدى مستواه يقع، وكنا بندعمه كجماهير، وكنا بنقف طبعا جنبه طبعا. بس النهارده انا مش هقدر اتحمل خسائر اكتر من كده، لان انت عارف ان انت الكيرف بتاعك بيبتدي ينزل، وشايف ان في مركب بتغرق قدامك وانت واقف بتتفرج. فالمفترض ان انت تبتدي، ان انت بقى تبتدي تاخد قرارات. لا، بص يا شناوي، انت عندك مشاكل فنيه، وانت بكده بتعمل لنا مشاكل قدام الجماهير، فهستأذنك اقعد انت دكه، وخلي شوبير يبقى ايه، يبقى هو الحارس الاساسي دلوقتي. انا شايف انه مستواك وحش. اللي انا شايفه بقى ان ده ما بيحصلش. الشناوي بيبقى هو برضو في حراسه المرمى، وجوان بتدخل، بنستقبل اجوان، وكلنا شفنا طبعا في الماتش بتاع استاد ابيجان، وشفنا برضو في ماتش اورلاند، وشفنا في ماتش شباب بلوزداد. شفنا كمية ماتشات حرفيا تسديدات، مش عايز اقول تسديدات يعني اتفهم، يعني مش تسديدات تافهة طبعا، يعني كرة ما تخشش في حارس مرمى كبير. فالشناوي، من رغم ان انا مقتنع ان الشناوي حارس كبير واداؤه كويس بس دلوقتي الاداء ابتدى ما يبقاش زي الاول. حتى كنا بنستحمل الشناوي، ولو انتوا فاكرين حتى في الموسم، من ساعه ما الموسم ابتدى وكنا بنستحمل الشناوي، حتى من بعد ما رجع من الاصابه كان اداؤه مش احسن حاجه، كان اداؤه طول الوقت متذبذب، كان في مشاكل في الاداء بتاعه، وكنا مستحملين وبنيجي على نفسنا وبنقول معلش، اصل ده برده كان حارس مصر الاول، كان هو اللي شايل النادي الاهلي وكان كل حاجه. بس انت دلوقتي اللي مخلي الجماهير تبقى غضبانه على الشناوي، في كميه خسائر كتيره جدا للبطولات، ومفيش اي جديد. انت خسرت بطوله السوبر الافريقي، وطبعا اتأيد في تاريخك ان المنافس التقليدي ليك اللي هو نادي الزمالك خد منك البطوله. خد منك البطوله بضربات جزاء، بس في الاول وفي الاخر خد منك بطوله. خلينا صراحه. والبطوله دي خلت الجاب يعني يعلى شويه عن نادي الزمالك. على فكره نادي الزمالك لو ما كانش خد بطوله السوبر الافريقي دي، كنت تتفرج بقى على الجماهير هتعمل ايه في مجلس الاداره، كنت تتفرج على الكلام اللي احنا معتادين ان احنا نتفرج عليه ونضحك. بس طبعا الكلام ده ما حصلش، ان احنا اديناهم الفرصه انهم يعملوا الكلام ده. تعال بص كمان على البطوله اللي بعدها، اللي هي بطوله الانتر كونتيننتال. بطوله الانتر كونتيننتال بعد ما انت دخلت البطوله دي العين الاماراتي، بعد ما كسبت العين الاماراتي، دخلت في الماتش الثاني مع باتشوكا. ماتش باتشوكا انت رايح برضو ضربات جزاء،
واللي انا مقتنع بيه لحد النهارده ان انت عندك عجز هجومي بسبب الاطراف، وبسبب ان انت ما عندكش مهاجم تاني بديل لوسام. وسام حرفيا انا ما اقدرش الومه. ليه؟ لان وسام انا اللي واخد بالي منه طول الوقت، وانا قاعد بتفرج على الشاشه كده وشايف وسام قدامي، الراجل بيتحرك في كل حاجه وبيضغط وبيعمل كل اللي عليه وبزياده. فالراجل انا شايفه، انا مش شايفه من وجهه نظري انا مش مقصر، بيعرق بجد حرفيا. انا شايف ان لعيب بيجتهد في المركز بتاعه، ما بيحللها بمعنى صح. فانت النهارده ما عندكش اللعيب اللي بيعمل الكلام ده. مين السبب في الكلام ده؟ كانت الاداره طبعا. طبعا مش عايز اتكلم عن بطوله السوبر المصري، ان انت رحت بضربات جزاء وانت كنت متفوق في الماتش وكل حاجه، بس طبعا اداء حسين الشحات زائد اداء طاهر محمد طاهر اللي هو الكيرف بتاعه كان، او بمعنى صح كان مستواه ما كانش في احسن حالاته شويه، كان مستواه اقدر اقول ان هو اديله تقييم مثلا جيد. وسام برضو يعني من رغم راجل كان بيحاول، بس ما كانش فيه توفيق معاه. انا مقتنع ان وسام لما بيضيع او بيهدر فرص ده مش معناه ان وسام وحش، مفيش توفيق، مش موفقه معاه الماتش ده. طبعا فاديك شفت كمان مستواك كان في دوري الابطال عامل ازاي في المجموعات. المفترض ان انت الاحق ان انت توصل اصلا اول، وان انت تبقى في اول المجموعه، بعد كده ده ما حصلش. انت استبعدت، يعني بعدت عن القصه دي، ودي المشكله اللي تمت، والحمد لله انها جت على قد كده. فاتمنى ان يكون في اداء كويس يوم الاحد. اتمنى ان اللعيبه تسترجل، حتى لو انت عندك مشاكل يا سيدي في الصفقات وعندك مشاكل في اي حاجه، اتمنى من اللعيبه دي يكون عندها دم وتفرح جمهورها يوم الاحد، حتى على الاقل يكون قدرنا خلاص نعرف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي الفترات اللي جايه. الموضوع هيبقى صعب لو ملحقناش ان احنا نخلص الصفقات دي بدري بدري، لان انت هتبقى داخل زي ما قلت لك على مدعكه كرويه حرفيا، وخايف ان احنا نخرج بموسم صفري، ودي هتبقى مشكله. فاتمنى ان الاداره تتحرك. لحد هنا واكتفي بهذا القدر. اشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله. استودعكم الله. السلام عليكم.